في اليونان القديمة كانت الناس بتهتم جدا بفكرة القضاء وحل الخلافات، وكانت بالنسبة لهم واحدة من أهم الحاجات في البلد، لدرجة إن هم كانوا بيرشوا مية مقدسة في الأماكن اللي بيتم فيها حل النزاعات، ولازم يكون الناس اللي موجودين كلهم طاهرين. المهم بقى إن في الوقت ده كان بيبقى مطلوب من أطراف المشكلة إن كل واحد فيهم يحضر خطبة علشان يقولها بنفسه في المرافعة، بحيث إن هو يوضح من خلالها مشكلته وإيه مطالبه بالظبط. فكان هنا يجي دور السوفسطائيين، ودول يا سيدي كانوا فلاسفة ومدرسين متخصصين في فن البلاغة والإقناع والتلاعب بالكلمات. فكان المواطن اليوناني يروح للسوفسطائي من دول ويقول له: يا بيه، أنا بكرة هقف قدام القاضي، ممكن تكتب لي خطبة أقدر أقنع القاضي بيها بحجتي؟ الفكرة بقى إن السوفسطائي من دول كان بيكتب الخطب لأي حد، يعني حتى لو واحد غلطان برضه هيكتب له. المهم عندهم إن هم يستعرضوا فن البلاغة والإقناع، والأقوى منهم في الأسلوب والإلقاء وبرضه التلاعب بالكلام كان هو اللي بيقدر يقنع القاضي. الفكرة لحد هنا كان الموضوع ماشي بالحب برضه، وكان فكرة الخطباء أو السوفسطائيين مجرد استعراض منهم في المجالس بمدى براعتهم وبلاغتهم في التلاعب بالكلام والإقناع، لحد ما جه خطيب أثيني في القرن الخامس قبل الميلاد اسمه أنتيفون. الراجل ده راح قعد وحط رجل على رجل وقال: